صفر يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. جايكم بحلقة جديدة وكلام جمهور، وأول كلام جمهور في كأس العالم 2026 عن مباراة مصر وبلجيكا، ماتش البعبع اللي كل مصري كان عامل حسابه من أول يوم ما وقعنا في المجموعة. يقول لك والله نخسر من بلجيكا نتعادل مع إيران وكده كده ماتش نيوزيلندا مضمون، ولكن اليوم تحصل المفاجأة. بصراحة ما اعتقدش ان كان في حد متوقع ان احنا هنلعب ماتش زي ده قدام بلجيكا بهذا القدر الكافي جدا ان انت كنت ممكن تكسب النهارده 3 و4، ولكن تتخيل انت، انا اسف يعني، بلجيكا اللي كلنا كنا خايفين منها، اقول لك عادي جدا تكسب 4 النهارده في اول 20 دقيقة. انت جايب جول عالمي النهارده، انت شوط اول ماسك بلجيكا سالخها، شوط اول هايل هايل هايل. وعايز اتكلم في واحده كده. تعال نخش على الفيديو على طول. معاكم شغال قناه الكوره في شويه، مش لايك سبسكرايب. تعال نخش على الفيديو، واول حاجه ونبداها من التشكيله اللي من ساعه ما انا شفت التشكيله يا جماعه لا يا جماعه كده معلش، احنا بنتكلم ان فعلا في مدرب واقف بره، هو فاهم بيعمل ايه، عنده كذا تكتيك يقدر يلعب بيه. عنده تكتيك ان هو النهارده، لا انا منزل والله امام عاشور اللي اول ما يجيله الكوره مش هيفكر كتير، هيلعبها المرموش لصلاح، الاتنين اللي قدامه في نفس الوقت يكون هو البلاي ميكر اللي بيحرك اللعب، سواء هو او زيكو اللي بينزل يسقط في بعض من الاوقات، او صلاح اللي بينزل يسقط في بعض من الاوقات. فده لا تحس ان لا انا فاهم كوره. النهارده هنضغط على منتخب بلجيكا، مش هيخليهم ان هم يطلعوا بالكوره بشكل اريحيه. النهارده بتقفل جبهه دوكو، بتقفل جبهه تروسرد عن طريق ان انت هاني مثبته، فتوح مثبته، بترجع معاه امام عاشور، الناحيه الثانيه بترجع زيكو معاه، او بترجع بيبقى مروان عطيه في بعض من الاوقات، او مهند لاشين. فده ذكاء من المدرب، وده يفهمك قد ايه لا المدرب ده قاري الفريق اللي قدامه، المدرب ده فاهم هو بيلعب مين، عارف بيلعبه ازاي، عنده زي ما قلت لك كذا تكتيك. تحس ان مدرب واقف على ال 18 والله، مش راجل جاي يعمل اي حكايتين كده ويمشي، لا فاهم هو بيعمل ايه. النهارده تكتيك مثلا، والله انا منزل امام عاشور وعايز اشوط من بره شويه، بما ان الدفاع بتاعهم مش احسن حاجه، اشوط من بعيد. غير لك الكلام ده في الشوط الثاني او في اخر ربع ساعه في الماتش، نزل لك حمزه عبد الكريم ويلا نلعب كور عرضيه على حمزه عبد الكريم، ونرجع نلعب بالوينجرات عادي جدا، بزيزو وينجر ومرموش بقى، او حمدي فتحي اللي النهارده لعب وينجر في شكل غريب جدا. اول مره كنت اشوفه حمدي فتحي يلعب ليفت وينج، كانت غريبه جدا بالنسبه لي، ولكن شفتها النهارده. يمكن الحاجه الوحيده اللي عندي علامه استفهام عليها وهو نزول رامي ربيعه، في ظل ما انت كنت لسه متلقي الهدف الاول وتنزله مكان مين؟ مكان امام عاشور. اتفهم جدا ان انت خلاص عايز تقفل على جبهه فتوح دي شويه، زيكو تعب خلاص ما بقاش قادر يكمل، هكذا امام. ولكن كنت شايفها غريبه ان انت تطلع واحد زي امام. يعني يا سيدي كنت طلعني حمدي فتحي مثلا، طلعني اي حد، ولكن امام كان بالنسبه لي هو مفيد جدا في الحته دي. مش فقط ان انت تطلع امام، تطلع كمان صلاح. انا كنت معاك ان انت تطلع صلاح، ولكن مش في المنظر اللي فيه صلاح في الماتش ده بصراحه، اللي من افضل ماتشات تقريبا صلاح، انا اسف يعني، اللي شفتها في حياتي لمحمد صلاح مع منتخب مصر. فعلا بيلعب صلاح يا جماعه عالمي النهارده، وال11 لاعب بصراحه من التبديلات مش عايز انسى حد، رجاله رجاله رجاله، على قدر المسؤوليه، على قدر الماتش، على قدر التشجيع اللي كان بيروح لهم. انا اسف يعني، قبل بدايه الماتش الناس بالهبل هاني على دوكو، وهنقعد نسمع دوكو راح ودوكو جه. النهارده هاني شوط اول او ماتش كامل بقى هو سكت الناس كلها.
النهارده الناس اللي كانت بتقول لك هتطلع ب5-6 والماتش 13 ومش عارف مين راح يسلم على مين ومش عارف مين بيعمل ايه، النهارده انت بتسكت الجميع. النهارده بتسكت ان مدرب اي كلام، انا عندي مدرب اي كلام ولو خسر مش عارف ايه اللي هيحصل، ويا ترى هيمشي يا ترى هيقعد. بتسكت الاقاويل دي كلها، بتسكت اقاويل ان انت رايح خلاص حاجه شرفيه كده، اللي هو انا رايح شرفيه واجي. لا، النهارده اللعيبه كانوا بقدر الماتش. النهارده انت بتتكلم ان ده هو المفروض اقوى ماتش عندك في المجموعه، اقوى ماتش في المجموعه مصر وبلجيكا. النهارده انت خلصت من هم كبير جدا 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 جدا، وان انت تاخد نقطه منه فده حاجه كويسه جدا جدا جدا. انت قدامك ماتشين جايين، اقل حاجه يا معلم عايز تطلع منها بالماتشين سهلين جدا 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 هو المكسب فقط لا غير، وماتشين عادي جدا تحقق فيهم المكسب. احنا مش بنطلب حاجه مستحيله، ماتشين عادي جدا تكسب فيهم، وهنقول ماتش واحد تكسب فيهم سهله المفروض جدا. يعني بالنسبه للعميد اللي النهارده عمل ماتش مش طبيعي، مش طبيعي، ومش عايزك تشوف اي بصراحة حاجة سوء. خلي الحاجات التشاؤمية والحاجات السيئة في اخر البطولة نتكلم عليها. النهاردة هي كلها حسنات فقط لا غير، النهاردة كلها حاجات صحيحة 100% زي ما قلت لك تتثبت معاك. تقدر تقول ان انت معاك مدرب كبير جدا بلعيبه رجاله انا اسف يعني لاول مره تبقى قد المسؤوليه وقد تشجيع المنتخب ليهم. فالنهارده ماتش عالمي، ماتش يستحقه بصراحه، ومش ما يستحقوش حتى التعادل خالص بصراحه. النهارده يستحقوا كانوا الفوز، سواء منتخب مصر، اللعيبه، المدير الفني، بصراحة كلهم يستحقوا النهاردة الفوز في الماتش. ولكن مع التعادل، وحتى لو كنا خسرنا لا قدر الله، ولكن الحمد لله، فما زالوا لعيبه رجاله 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 وعملوا اللي عليهم في الماتش بصراحه، وما حدش يقدر يقول لهم التلاته كيم غير شابوه بصراحه. وكلنا نسقف لل11 راجل اللي كانوا بيلعبوا النهارده في الملعب، ولسه مستنيين اكتر وكتير. مستنيين ماتش ايران نكسب فيه، مستنيين ماتش نيوزيلندا نكسب فيه. اديتونا توقعات كبيره جدا، اديتونا حماس للمونديال بصراحه كبير جدا جدا. النهارده اعتقد لو حد كان داخل المونديال ده ب 30% كده عاطفه واللي هو ماشي، لا اعتقد النهارده زادت ل 70-80% اللي هو لا يلا وعادي جدا ممكن نطلع اول من البطوله دي ونروح دور 16، ووالله ممكن نعمل مفاجاه زي المغرب والكلام ده كله. فده شيء كويس جدا جدا جدا. ففي نهايه الحلقه مش حابب اقول حاجه غير شابوه منتخب مصر، شابوه حسام حسن وابراهيم حسن اللي فعلا 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 بيأكدوا كل يوم عن اليوم اللي قبله ان كل الجماهير كانت واثقه في ناس صح الصح، كانت واثقه في 2 رجاله قد المسؤوليه عارفين هم بيعملوا ايه، رغم بقى كل الحاجات اللي حصلت ورغم كل الحاجات اللي في السوشيال ميديا اللي بتحصل والحملات اللي بتحصل هنا وهنا عن ده ما اتخدش وده ما اتخدش وهنطلع خروج مشرف ومش عارف ايه والكلام ده كله. فبس كده نهايه الحلقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم تشيل لايك سبسكرايب تفعلوا زر الجرس. كان معاكم شادي اشرف قناه الكوره في شوال. نشوفكم في فيديو على خير، يا رب يكون يومكم سعيد ومبروك لينا كل المصراويه، ويلا سلام.